غرف التفتيش منسوبها بيكون نفس منسوب الدور الارضي، ولو في البدروم هتبقى في منسوب البدروم. وغرف التفتيش كل ما زادت في المبنى بتاعك كل ما كفاءة الصرف بقت اعلى، وهيمنع عنك مشاكل كبيرة زي السدد والروائح الكريهة، وكمان العمر الافتراضي بتاع الغرفة وتآكل الطبقة الداخلية بتاعت غرفة التفتيش. مينيمم ما ينفعش نقل عن غرفتين تفتيش لكل مبنى في المنور بتاعنا، ولو في بدروم هتزود واحد وتركب ترومبة غطس. وبنفصل الصرف بتاعها عن صرف الادوار العلوية تماما، عشان لو حصل سدد لا قدر الله الصرف نفسه ما يطفحش عندك في الدور اللي فوق، ويكون تصليحه سهل وبسيط. مقاساتها بتبدا من 60 ل 120 سم وبتكون مربعه، والمقاس بنختاره حسب حجم المنشأ بتاعك. الحوائط بتاعتها بتكون من الطوب الاسمنتي عشان خاطر تتحمل اكتر، وسمك الحوائط ما ينفعش يقل عن 25 سم. العمق بتاعها بيبدا من وش قاعده الخرسانه المسلحه. بنعمل اول فرشه نظافه سمكها 20 سم، ومنسوبها بينتهي عن منسوب الارضي او البدروم حسب هي موجوده فين. بفتح بعد كده فيها شنايش واحدد مداخل ومخارج الصرف بتاعي، واوعى تمحرها زي ما بعض الناس بتعمل. بنستخدم فيها حاجه